ويمكن ربنا حطه في طريقي بدل أخويا اللي راح، فأرجوك ما تحرمنيش منه هو كمان. وأما بالنسبة للخطأ اللي عملته بنتك، ومين فينا يا سيدي ما بيغلطش؟ ما كلنا بنغلط، ومفيش خطأ ملوش حل. بصلي وكانت عينيه كلها مليانة أمل، وأنفاسه كانت سريعة من كتر التوتر، وقال لي: والطفل يا ابني؟ رديت عليه بسرعة وقلت له: الطفل ده هيفضل زي ما هو، وهيكبر وهعتبره ابني، وهيتسمى كمان على اسمي وكأنه من صلبي بالظبط. وبعد نقاش طويل بيني وبين الأستاذ محمد، عرفت أقنعه في الآخر واطمن لكلامي. وبعد كده خرج لأهل الحي اللي كانوا واقفين بره وقال لهم: يا أهلي يا إخواني، أنا كنت ماشي وما كنتش عارف إن فؤاد عايز يخطب بنتي سلمى، وإلا ما كنتش فكرت في السفر أبدا. وعلشان ألبي طلبهم فأنا هأجل موضوع السفر ده، أو حتى هلغيه تماما لغاية ما تتم الخطبة إن شاء الله. وبعد ما خلص الأستاذ محمد الكلمتين دول، اتقلب المكان كله الفرح وزغاريط. حتى بلال صاحبي اللي كان مصمم على السفر دلوقتي ما قدرش يمسك دموعه من الفرح، وبقى يحضن فيا وما كانش راضي يسيبني أبدا.